بعد تأكد إصابة إمام عاشور بفيروس تحاليل طبية للجهاز الفني واللاعبين والجهاز الإداري والطبي داخل النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب وصل إلى بالم هيلز بالقرية الذكية لعقد اجتماع مع ياسين منصور دون الكشف عن السبب، والأقرب هو إقناع ياسين منصور بالترشح لرئاسة النادي الأهلي. حسام البدري يؤكد في تصريحات إن الأهلي يمر بوقت صعب وده وارد في الكورة، بس الخروج منه محتاج تكاتف من كل أبناء النادي. عندي ثقة إن الفريق هيرجع أقوى بدعم الجمهور، والخطيب قيمته كبيرة واستمراره مهم. وانا عمري ما هنسى دعمه ليا، الاهلي ليه فضل عليا طول عمري وخدمته شرف ليا في اي وقت. أبدى قادة الأهلي الدوليون محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني ترحيبهم بفكرة التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، هو ما شجع الإدارة على وضعه ضمن حساباتهم بعد رحيله عن ناديه السابق. تم سحب عين الدم أمس الاثنين من كل لاعبي الأهلي الذين اختلطوا بإمام عاشور مؤخرا، وأثبتت سلامة الجميع من العدوى. تقارير تؤكد دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب الفريق، حيث رحب المدرب بالفكرة لكنه طلب تأجيل التفاوض لحين انتهاء ارتباطه مع منتخب عمان، وهو ما رفضه الكابتن محمود